بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي محمود السيد، مصاب ومؤسس رابطة مصابي ثورة 25 يناير. هتكلم معاكم النهاردة باختصار عن حاجتين: الأول إعلان الرابطة وتأسيسها وأهدافها وليه إحنا عملناها. والله أنا في البداية الرابطة في ذهني من أكتر من شهرين، يعني تبقى كضغط على الصندوق أو مؤسسة مصابين الثورة، فبالتالي تساعد في حصر أسرع للحالات الحرجة، وبالتالي نوصلها للمجلس الوزراء. أولا كان هتكلم معاك كده باختصار. مثلا كان يوم إعلان الرابطة كان يوم 26/6، يوم الأحد، أمام مجلس الوزراء، بحضور ممثلين ومصابين من محافظات كتير زي دمنهور، وفي من المنصورة، وفي من دمياط، وفي من القاهرة، وفي من اسكندرية. كان الحضور يقرب ما بين 300 إلى 400 مصاب. تم حدوث انتخابات وقتها واحنا واقفين لدمنهور ولدمياط وفي القاهرة وفي المنصورة. أما بالنسبة لبورسعيد فهم ما قدروش يجوا، فبالتالي تم إعلان الرابطة من عندهم من هناك وبلغوني بيها. اسكندرية كذلك كان عندهم اعتصام في الساحل الشمالي وما قدروش يجوا، فبالتالي في تخليص للموضوع دلوقتي. ليه أنا أنشأت الرابطة؟ زي ما قلنا دلوقتي في حالات حرجة دلوقتي، أما إحنا نعمل مسؤول وممثل في كل محافظة، أكيد طبعا هو مصاب وللمصابين ده هيوصل أسرع. بدليل يعني مثلا يوم إنشاء الرابطة كان في حالتين موجودين، واحد من دمياط والتاني من دمنهور. بتاع دمياط ده واخد طلقة في عينه، اللي هو البيلي ده، وعامله له مشكلة جامدة جدا، اسمه نور. كان عشان ينام بياخد مسكن غالي قوي أو يقعد يخبط دماغه في الحيطة، وده كان بتتعبه جدا يعني. فبفضل الله كلمنا، نزل مسؤول من مجلس الوزراء واخد ورقه وحولته بالتعاون مع ناس محترمين قوي، اطباء التحرير اللي هي الدكتوره سمير والمهندسه مي رفعت والناس دول، وحولناه على المغربي العيون وتم الكشف عليه مجاني. وعرفنا ان هو محتاج عمليه تكاليفها 5250 جنيه. كلمت مجلس الوزراء فورا دفع الشيك. دي كانت حاله. في حاله تانية اسمه محمد، ده من دمنهور، ده شاب عنده 21 سنه، واخد طلقتين في عينه الاتنين وفي جسمه، ولكن اللي في عينه طبعا خلاته اصبح خفيف. برضه نزل مسؤول مجلس الوزراء اخد الورق والكلام ده. هنا كان هدف الرابطه ان يحصل ضغط، وانا كمني كنت عضو في مجلس امناء مؤسسه رعايه مصابين الثوره اللي تم اشهارها برقم 607 في مجلس الوزراء، وحضرت 4 لقاءات في مجلس الوزراء، مره برئاسه الدكتور عصام شرف ومره برئاسه الدكتور معتز عبد الفتاح. في تواصل مع مجلس الوزراء، فبالتالي بناخد الحالات وبنوصلها. وبفضل الله احنا كلنا كمصابين مش سياسيين، او كنا سياسيين وسيبنا السياسة. احنا عايزين نعالج الناس ديت، فبالتالي من اهداف الرابطة الضغط المستمر والعمل الموازي للصندوق المصابين الثورة. وعندي تعليق بس بسيط على الصندوق: النهاردة 5 في الشهر، والمشير اعلن الكلام ده من ليلة 30 في الشهر. 5 ايام عندهم ما ظهرش المقر، ما ظهرش حاجه. انا ماشي باخد الحاله بوصلها لمجلس الوزراء. احنا عايزين ناس توصل مباشر لمجلس الوزراء، عايزين يبقى في شغل اسرع من كده، وعايزين يبقى اشراف من المجلس العسكري. ده كذا مصاب اتكلمنا في الموضوع ده، وقلنا كمان التعامل النفسي. المصابين لما يتعرفوا على بعض هتفرق معاهم قوي، هتأثر وتحرك نفسيا شوية. وقلنا كمان الوصول للحالات الحرجة والتعارف والتواصل المادي مع المصابين المحتاجين، لأن في ناس عايزة تتبرع وده بيحصل فعلا ان في ناس من بره مصر من جوه مصر عايزه تتبرع، ولكن عايزه تتواصل مع المصاب بصفه مباشره. ده بفضل الله بنعمله. ماشي. وكمان لو ما فيش مشكله، كل منسق في محافظته حب يعمل تغيير جو للمصابين يعمل لهم رحلات بسيطه، انشطه اجتماعيه، الحاجات ديت. اما احنا هدفنا الاول والاخير الوصول للحالات الحرجه في المصابين، فبالتالي توصل المنسق والمنسق يوصلها لي ويوصلها لمجلس الوزراء. ده كان ملخص للرابطة، وتم إعلانها في برنامج الأستاذ معتز دمرداش. في أول حلقة ليه غطى الكلام ده من قدام مجلس الوزراء وأعلن. فأنا عايز أقول بس شيء بسيط كده عن المسؤول في كل محافظة. في دمنهور الأستاذ عبد الحليم محمد والأستاذ محمد السايح. في دمياط الأستاذ إيهاب غباشي والأستاذ نادر والأستاذ ناصر السيد. في بورسعيد الأستاذ حسين محمد.
في الإسكندرية بشكل مؤقت دلوقتي مجموعة بتتولى إن هي تعمل لي لقاء بحيث أروح أحضر ويحصل انتخابات ويختاروا منسق نتيجة التأخير اللي حصل معاهم يوم الاعتصام بتاعهم. والقاهرة والله إحنا كان في مجموعة ولكن علقتها. ليه علقتها؟ القاهرة كبيرة أوي عليا وعلى مجهود الرابطة، فمش هنتحمل في القاهرة الناس اللي كانت موجودة ما يعني ما اتحركتش للمصابين مع كامل احترامي ليهم. فبالتالي كذا شكوى جات لي فتم التعليق فورا. مش عارف هتستمر معانا ولا لا القاهرة، ولكن الله أعلم. أنا مش هحط في رقبتي مصابين أنا ما أقدرش أتواصل معاهم وهم مش قادرين نعمل لهم حاجة، فأنا مش هتحمل حد في رقبتي حاجة زي كده. وعايزين يتواصل معنا من على الفيسبوك، الصفحة بتاعتنا صفحة منبر مصابي ثورة 25 يناير، أو من خلال رقم الهاتف الخاص بالصفحة 015 11 765 984. وفي آخر الفيديو هيبقى الصفحة مكتوب فيها اسم الصفحة ورقم الموبايل. ولمتابعة جديد تقارير أي شيء عن المصابين تابع مدونة ناشط إيجابي. اكتب على جوجل مدونة ناشط إيجابي هتلاقي كل جديد اللي بيحصل في مجلس الوزراء وأي حاجة بتحصل. وفي حاجة عايز أتكلم فيها أخيرة خصوص نسبة العجز. من 4-5 أيام الناس قالت نسبة العجز وعملوا مشكلة ولا ومش لا. أنا قلت الكلام ده ونشرته على الصفحة، ممكن ترجعوا لها من تاريخ أكتر من 5-6 أيام. قلت يا جماعة بالتواصل مع ممثلة في مجلس الوزراء وهي أستاذة بنسية أسماء، كلمتها قالت اللي هو أقل من 50% هيصرف 4000 والأكتر من 50% عجز هيصرف 5000. وقلنا الكلام ده الناس اتلعبكت وناس قعدت تتكلم كلام في الهوا. الكلام ده يا جماعة كذب، مفيش الكلام ده خالص. وإن شاء الله نتمنى دعم منكم سواء مجتمع مدني أو مواطن عادي. هي الكلمة الطيبة، ادخل اكتب كلمة. احنا كل يوم بنعرض على الصفحة بتاعة الرابطة اللي هي المنبر حالة وإصابته. والله صدقني انت لما تشوف كمية التعليقات بتحركه وبتخليه يبقى أفضل شوية. بس ومتشكرين ليكم وأتمنى انكم متنسوناش وتدعموا الملف المهمل. الناس عمالة بتموت المصابين ونتيجة الإهمال. مش عايزين يبقى في تجاهل إعلامي، في تخاذل من الثوار اللي كانوا في يوم من الأيام كتفهم في كتفنا والشعب يتركنا. التلات حاجات ديت بتدمر الملف وبتخليه ما يستمرش. مع كامل احترامي لمجلس الوزراء في تباطؤ تام وشديد قوي من المجلس. ان شاء الله من هنا اليوم 10/7 هنقيم الصندوق اللي هو بتاع المصابين. ان ما حصلش تقدم من حيث المقر يظهر ويبقى في استقبال الحالات، يبقى في سرعة أكتر في الإجراءات، لأن في لحد دلوقتي ناس في القصر العيني الفرنساوي تتحمل تكاليف على حسابها. إن ما حصلش من هنا 10/7 هيحصل لقاء أو اعتصام قدام من وزارة الدفاع، لأن خلاص المجلس العسكري هو اللي في إيده كل حاجة. وأنت ده ممثل ونشوف إيه الموضوع. وإن شاء الله هستنى زيارتكم للصفحة، أو أي حد عنده أي استفسار يكلمنا على رقم الصفحة، وإن شاء الله على قد ما نقدر نحلله مشكلته سواء في تضامن أو في تقرير في المستشفى أو في أي ورقة مش قادر يجيبها. متشكر ليكم.